الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرف مؤسسة نبراس تلبيتكم لهذه الدعوة الكريمة بحضور اللقاء الأول من ملتقى السير الذاتية والمذكرات، وهي المبادرة التي طالما تأجلت، حيث تبلورت الفكرة منذ زهاء من عقد من الزمن، وقد كان الهدف فيها الاطلاع وعرض لتجارب في الكتابة السفرية للشخصية الثقافية والفكرية والجمعوية والسياسية، والاطلاع على تجاربها باعتبارها جزء من الذاكرة الجماعية ولبنة أساسية من لبنات إعادة كتابة التاريخ المحلي والوطني. وأيضا من الأهداف التحفيز بل التحريض على كتابة السير الذاتية والمذكرات لهذه الوجوه الثقافية والفكرية العاملة في الشأن العام عموما. اليوم يسعدنا أن يكون أول من نفتتح به لقاءنا هذا أستاذ الجيل وزميلنا في الغربة الثقافية الجادة، الشاعر والروائي السي محمد العرجوني في إصداره الأخير نوستالجيا، والتي يسعدنا أيضا أن يقدمها أحد مجايليه الأستاذ سي محمد بن جدي الذي نرحب به، الشاعر والفاعل المسرحي والجمعوي والأستاذ قبل ذلك. وبدون إطالة أحيل الكلمة على الأستاذ سي محمد بن جدي ليقوم بالقراءة في كتاب نوستالجيا. فليتقدم مشكور. السلام عليكم. ما أنا بشاعر. يقول كيفاش ما عندك خبر. سهل. بارك الله. مرحبا. أولا سعيد بهذا الشريف، أولا من طرف جمعية نبراس، وثانيا أن صديقي ابن بلدتي ابن جرادة سي محمد العرجوني الأستاذ الشام الدؤوب على الإبداع وعلى النشاط الثقافي أينما كان، أن يشرفني وأن يطلب مني أن أقدم نوستالجيا الكتاب. الموضوع الذي اختارته جمعية نبراس، يعني موضوع السير الذاتية، بحثت في نوستالجيا كثيرا لاستشف في نهاية المطاف أن النوستالجيا هي نموذج آخر من السير الذاتية. لماذا؟ ذلك ما سنراه انطلاقا من هذا التحليل المتواضع الذي سأقدمه لكم. يعد سي محمد العرجوني من الأصوات الأدبية المغربية التي اشتغلت على الرواية والشعر والترجمة والنقد، مع حضور واضح في المشهد الثقافي بمدينة جرادة ووجدة والجهة الشرقية عموما. أعماله متنوعة بين التأليف والترجمة باللغتين العربية والفرنسية. في مجال الترجمات والدراسات قام الأستاذ محمد العرجوني بترجمات متعددة ودراسات أدبية، من أبرزها ترجمات لدراسات وإبداعات باللغتين العربية والفرنسية، مشاركته في كتاب جماعي حول تاريخ المغرب مع مجموعة من الباحثين، المشاركة في إصدار فورتيلاج إديسيون بوليفتوت باريس 2021، ظلال نسائية فورتيلاج أو فيمينان منشورات مقاربات فاس 2018، 3 روايات مترجمة إلى اللغة الفرنسية. بخصوص أعمال الأستاذ محمد العرجوني السردية في القصص والرواية، نارسيس دي زوز يوزي منشور في مطبعة الجسور بوجدة، وهو عمل سردي يمزج بين الرمزية
والتأملات النفسية. أنفيوم ماتريكول 4892 بالرباط 2008، كتاب يضم نصوصا شعرية وتأملات وجودية تعتمد الأسطورة اليونانية أنفيون كمدخل فلسفي. لانكوب، وهي رواية ذات طابع نفسي تتناول الكوابيس الداخلية والصراع الذات مع اللاوعي. أما المجموعات القصصية فهي مستمدة من الواقع المغربي، تمزج بين السخرية، البساطة والعمق الإنساني، وتقدم صورة حية عن المجتمع والإنسان في يومياته وتجارب حياته. في الشعر يمتلك الأستاذ محمد العرجوني عدة مساهمات شعرية، منها أندى، وهو ديوان جماعي سنة 2015، سما أخرى تضلنا عن مطبعة جسور منشورة المقهى الأدبي، وهو ديوان جماعي 2013، مرافق باب البحر إفريقيا للنشر تونس ديوان جماعي 2009. تمتاز كل هذه المشاركات الشعرية بكتابة حساسة إنسانية وذات أبعاد رمزية. بخصوص المقالات والدراسات للأستاذ العرجوني، مجموعة من المقالات الفكرية والنقدية والسياسية تتناول الأدب، المجتمع والفكر الحديث. كتب حول الفنون التشكيلية تركز على قراءة اللغة وتاريخ الفن بأسلوب تحليلي. إذن أيها الإخوة والأخوات، يتضح من خلال مجموع هذه الأعمال أن سي محمد العرجوني كاتب يمزج بين السخرية والواقعية، ينحاز إلى التجربة الإنسانية في بساطاتها وتعقيداتها، ينظر إلى الفرد باعتباره كائنا يعيش عقليته الأولى داخل مجتمع متحول، ويهدف إلى جعل القارئ يخرج من نصوصه بحكمة أو دهشة أو تساؤل جديد. أعمال سي محمد العرجوني بين الترجمة والشعر والرواية والقصة ترسم صورة لكاتب متعدد المواهب، يعبر بين اللغات والأنواع الأدبية بثقة. كتاباته تجمع بين العمق والوضوح، بين السرد والتأمل، وبين الواقع والخيال. الآن سأمر إلى نوستالجيا، مجموعة أقاصيص كما أسلفت في البداية، صدرت عن منشورات الرباط نت المجموعة القصصية الجديدة نوستالجيا للكاتب الأستاذ سي محمد العرجوني ابن مدينة جرادة، ويضم العمل 37 أقصوصة تلتقط تفاصيل الحياة من الواقع الجرادي، من الحياة اليومية، وتعيد صياغتها بلغة مكتفة تزاوج بين السخرية والجدية وبين الحنين والتأمل. إذا أخذنا النوع الأول أو القسم الأول، يعنون بين اليومي والإنساني. تعكس الأقصوصات مواقف متباينة من الواقع الاجتماعي المغربي، حيث يتجاوز الفرح والحزن والأمل الخذلان والسخرية بالحكمة. في بعضها يقترب الكاتب من حياة البسطاء بما تحمله من هموم وأحلام صغيرة، وفي أخرى يعري سلوكيات الفرد والجماعة، مقدما صورة نقدية ساخرة لما يطفو على سطح المجتمع من مفارقات. الحنين كخيط ناضم في هذه الأقاصيص. يحضر مفهوم النوستالجيا أي الحنين إلى الماضي كخيط رفيع يربط نصوص المجموعة، فهو حنين إلى الطفولة،
إلى العلاقات الإنسانية الصافية وإلى قيم أصيلة بدأت تتآكل أمام زحف الماديات. غير أن هذا الحنين لا يأتي كمجرد بكاء على الأطلال، بل يتحول في يد الكاتب إلى مرآة نقدية تكشف الحاضر وتعيد قراءته. بخصوص البناء الفني لهذه الأقاصيص، فقد اختار سي محمد العرجوني شكل الأقصوصة بما يتطلبه من تكتيب سردي واختزال لغوي، وهو ما يمنح النصوص إيقاعا سريعا وقوة في المفاجأة والومضة. بعض الأقاصيص لا تتجاوز صفحة أو نصف صفحة، لكنها تحمل شحنة دلالية عميقة تجعل القارئ يتوقف أمامها متأملا، كما في قصص تسائل العزلة والعلاقات الأسرية أو مفارقات الحب والصداقات العابرة. ما هي أفق الكتابة؟ يسجل هذا العمل استمرار الكاتب في الاشتغال على الموضوع الإنساني من زوايا متعددة: الهشاشة، الغرب، الحلم، سخرية القدر، وهو ما يضع المجموعة في سياق الأدب المغربي الذي ينفتح على التجارب الفردية كمرآة لأسئلة جماعية أوسع. غلاف الكتاب كما ترون جاء بتصميم الفنان الأستاذ باحث سي محمد الغريب، زين بلوحة للفنان التشكيلي عبد الرحيم الحال، فيما التقط صورة المؤلف بوجمعة الكريك. وقد صدر العمل بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. يتوجه الكاتب بشكره إلى الأستاذ الشاعر والباحث بجرادة سي عبد القادر بن نهار، وإلى الأستاذ محمد قرمال على دعمهما ومساندتهما. إن النوستالجيا ليست فقط مجموعة قصصية، بل هي تمرين في التقاط جوهر الحياة بين التفاصيل الصغيرة، حيث ينجح الأستاذ في جعل القارئ يتأرجح بين الابتسامة والتأمل، بين السخرية والعبرة. إنها نصوص قصيرة في حجمها، لكنها غنية في أبعادها الإنسانية والفكرية. لو طرحنا السؤال التالي الآن: أين تتجلى ملامح السيرة الذاتية في مجموعة نوستالجيا للأستاذ العرجوني؟ نلاحظ أن مجموعة نوستالجيا تندرج ضمن المتن القصصي المغربي الذي يقتبس من اليوم ويعيد صياغته جماليا، غير أن القراءة المتأنية لنصوص المجموعة تكشف عن حضور خافت ولكنه متواصل لعدد من السمات الذاتية التي يمكن اعتبارها امتدادا لخبرة الكاتب الحياتية، بوصفه ابن مدينة جرادة، المدينة التي اتسمت تاريخيا بواقع اقتصادي هش وبنية اجتماعية بسيطة. حضور الذاكرة الفردية في بنية الأقصوصة. يلاحظ أن العرجوني يكتب أقصوصاته من موقع قريب من تفاصيل العالم الذي يصوره، لا من موقع المراقب الخارجي. فالتقاطه الدقيق لمشاهد الحياة اليومية والانفعالات الشخصيات البسيطة يدل على معرفة معيشية بهذا الوسط، وهي معرفة غالبا ما تتأسس على تجربة ذاتية
في بيئات شعبية شكلت بداية تكوين الكاتب. إن سيطرة النظرة الحميمية على السرد وتوظيف المفارقة والسخرية كأساليب للكشف كلها مؤشرات على كتابة تستند إلى عين خبرت الواقع قبل أن تراقبه. نوستالجيا بوصفها آلية لتمثيل الذات. يحضر مفهوم النوستالجيا في المجموعة باعتباره أكثر من مجرد موضوع، إنه أفق تأويلي يوجه النصوص ويمنحها وحدتها الداخلية. فهذا الحنين إلى الطفولة وإلى العلاقات الإنسانية الصافية وإلى قيم الانتماء والأصالة يحيل بشكل مباشر إلى ذاكرة كاتب نشأ في فضاء اجتماعي بسيط، حيث يتقدم التضامن على المصلحة وتبنى الروابط الإنسانية من خارج منطق السوق. ومن ثم يمكن النظر إلى هذا الحنين باعتباره استعادة غير مباشرة لسيرة الكاتب الوجدانية ووسيلة لقراءة التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي من خلال مرآة الماضي. الكتابة عن الهشاشة والطبقات الشعبية تمثل موضوعات الهشاشة، الغربة والانكسار اليومي وازدواجية الأمل والخيبة محورا مركزيا في معظم الأقصوصات، وهو ما ينسجم مع خلفية الكاتب الاجتماعية. فالعيش في مدينة كانت ولا زالت تعرف تقلبات اقتصادية قاسية كالتي شهدتها جرادة مدينتنا يترك أثره في الوعي ويمنح الكاتب قدرة على تمثل آلام البسطاء وهمومهم الصغيرة ومكابداتهم اليومية. وبذلك فإن تمثيل هذه الفئات داخل النص لا يأتي بوصفه خيارا جماليا فحسب، بل باعتباره امتدادا معرفيا لسيرة ذاتية خبرت هذا المحيط وتشربت لغته ونبضه. التكتيب السردي ككتابة للذات عبر الومضة. اختيار الأرجوني لشكل الأقصوصة ليس اختيارا جماليا، بل هو اختيار دلالي. فالمشهد القصير والومضة الحكائية واللغة المكتبة تحيل جميعها إلى استعادة لحظات متجزئة من الذاكرة الفردية، سواء كانت طفولة أو مواقف عابرة أو صورا محفورة في الوعي. إن بنية الومضة في نصوصه تقارب العمل بوصفه تدوينا غير معلن، وركزوا على هذه الجملة، تدوينا غير معلن للسيرة الذاتية، حيث تتجاور التفاصيل اليومية الضئيلة مع شحنة دلالية كثيفة تستدعي التأمل. الذات الجماعية عوض الذات الفردية. رغم الطابع الذاتي الذي تظهره النصوص، إلا أن الأرجوني ينجح في تحويل التجربة الفردية إلى مرآة لأسئلة جماعية ترتبط بالمجتمع المغربي. قيم الأسرة، تآكل الروابط، سلطة المادة، هشاشة العلاقات، مفارقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم فإن حضور الذات في الأقصوصات لا يتخذ شكل اعترافات شخصية صريحة، بل يأتي مندمجا في تمثيل الواقع
ومساءلته. ختاما، يمكن القول أن مجموعة نوستالجيا تجسد شكلا من السيرة الذاتية غير المباشرة، حيث تستدعي نصوصها عالما قريبا من ذاكرة الكاتب ونشأته داخل فضاءات شعبية بسيطة، فاختياراته الموضوعاتية وتفضيله لأشكال سردية مكتبة واعتماده على الحنين والمفارقة كلها عناصر تؤكد أن التجربة الذاتية تشكل خلفية أساسية لهذا العمل، وأن السي أرجوني يكتب ذاته وهو يكتب عن الآخرين. شكرا لكم. شكرا أستاذ سي محمد بن شتي على القراءة في نوستالجيا، القراءة المكثفة بضوئها. وقبل أن نحيل الكلمة إلى الحضور الكرام ليشاركونا هذه الجلسة الماتعة، أود أن أغتنم الفرصة لأطرح بعض الأسئلة المباشرة بظهوري، لأنني مهتم بالموضوع على السي محمد العرجوني على أساس أن يدون. لفت الانتباه ديالي والانتباه القارئ عموما هو تاريخ لكل تدوين انجاز التعبير او مقال حتى اصبح بحال ماتريكيل في التالي، والتواريخ كانت مختلفه. عندنا من 2002 8 9 19 16 17 20. السؤال الذي اريد ان اطرحه، هل هذه التواريخ تعكس ما يمكن تسميته بذاكرة مشتتة لتشتت التواريخ؟ وفي هذا النطاق أريد أن أسأل من باب التحفيز على كتابة الذاكرة والمذكرات، ألا ترى معي أن وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك يساعد كثيرا على التدوين النوستالجي، على التدوين الذاكرتي أكثر مما مضى، خاصة مع تفاعل القراء وتواجدهم؟ هل يعد هذا المعطى محفز إضافي؟ ثالث سؤال هو النوستالجيا، كيف نميز الذات من الموضوع؟ بمعنى أن الذات الشخصية كيفاش نميزوها عن الموضوع العام اللي هو الحياة المعيشية بتفاصيلها اليومية، أي بمعنى هل هناك حنين للطفولة أم حنين لمجتمع مضى؟ الطفولة مجرد جزء منها. هذو ثلاثة الأسئلة على الطائر. لا أريد أن أعيد ما قاله الأستاذ بن شتي لأنه فعلا كان مكتفا، وقد خلص إلى أن النوستالجيا هي ما يمكن تسميته بالسيرة الذاتية الغير مباشرة. السيرة الذاتية غير مباشرة مع كثافة ما يمكن تسميته بالتعبير المكثف. بدون إطالة أحيل الكلمة على المداخلة ديال الإخوان، فليتفضلوا. شكرا. نبدأ بليمن. نرحب بالإخوة الحاضرين. نرحب بالسي أبو عبد الله، هو بدوره عنده واحد السيرة ذاتية. نرحب بباقي الإخوة والأخوات. والسي قدوري مرحبا، وهو يأتينا من حقل التاريخ. إخوان يلا، سي سعيد غادي نفتح واحد نبدا بالسي حنش. لا ثم السي سعيد ثم السي بوعلام وتمشي قبلها السعيد. لا ليس لا ليس أعطي باش نغتنم الفرصة معنا سي طاهري
اللي يشتغل في مساله التاريخ واش يقول السي الطاهري على تطور الكتابه السياسيه. تيجي الدور ديالي وانا بسطت صحيح. سي سهل. السلام عليكم. شكرا لجمعية نبراس التي جمعتنا في هذه الساعة الطيبة. شكرا لسي محمد العرجوني الذي هو في الحقيقة لا يتوقف عن الكتابة وعن النشاط رغم تكوينه فرنسيا، ويبذل مجهودا للكتابة بالعربية ويتواضع في التعلم بالكتابة بالعربية، ولا يزعجه إطلاقا أن تقدم إليه الملاحظات التي تجعل كتابته يعني أقوى ما هو أفضل. أنا استحضرت هنا قولة لعبد الله العلوي وهو يتحدث عن المشهد الروائي المغربي بأن خلاصته أننا لا نكتب الرواية وإنما نكتب السيرة الذاتية، مهما بدت رواياتنا مشكلة من عوالم سردية تخيلية أو من شخصيات غير ذات وجود حقيقي. هذه الشخصيات هي المقابل الموضوعي للذات الكاتبة وللذوات الأخرى التي تحيط بهذه الذات. أنا سبق لي أن قرأت لسي محمد العرجوني وترجمته خصوصا حول منجم جرادة وما كابده وما كان يكابده العمال المنجميون. وحينما سألت عن بعض الدلالات الضيقة لبعض الألفاظ التي لم تكن تستعمل إلا داخل المنجم، وأنا لا أعلمها بطبيعة الحال لأني لا علاقة لي بمناجم جرادة، وهو طبعا كتبها من وحي علاقته غير المباشرة بهذه المناجم. قال لي، ذكر لي، لا زلت أتذكر هذا، أن ربما أحد الأرقام التي استعملتها في تلك خصوصا كان هو رقم الوالد رحمه الله الذي كان يشتغل في منجم جرادة، وهذا يدل على الصلة الوثيقة التي ذكرتها للدولة. مدينة جرادة التي تحدث عنها من جدي مشكورا، أشكى أنها حاضرة في مشهد السردي بالجهة الشرقية حضورا قويا للغاية، والمجتمع الجرادي وما كان يمر فيه من حركة عمالية يعني المدن المنجمية تنشأ وتتطور بسرعة وتصير عالما من العلامق ومن الشخوص المتعددة الجنسيات، ولكنها تنطفئ بعد ذلك انطفاء كليا فكأنها لم تغنى الأمس. وهذا ما وقع لمدينة جرادة. هذا ما بدا لي وأنا وصلت إلى هذه المنطقة متشوق لقراءة هذه القصص التي لا شك أنني سألمس فيها ما ذكرته. مشكورا. شكرا لك. شكرا جميع نبراس وأسرة نبراس على هذه المبادرة الطيبة وهذه الفكرة الجميلة صراحة التي ستشجع مجموعة من الكتاب، مجموعة من الجمعويين، مجموعة من يشتغلون في الحق الثقافي بصفة عامة على أن يدونوا سيرهم. وأنا صراحة هذا الأمر هذا كنت أفكر فيه، لكن سي محمد العرجوني كتب هذه السيرة في وقت جميل ودقيق جدا بعدما أن يعني نضجت مجموعة من التجارب، بعدما أن راكم مجموعة من التجارب. وفي هذا الإطار كنت نسول السي محمد، سي محمد أنت تكلمت غالبا في السيرة في هذا الكتاب أنا مازال ما قريتوش غادي يكون كلام كثير على جرادة. السؤال ديالي هو أن السي محمد أنايا جمعت به واحد المرحلة في المقهى الأدبي، هذه المرحلة مهمة جدا، واش عندها كذلك مكان من هذه السيرة الذاتية، لأنها مرحلة وغيتكلم عليها واحد الإنسان ناضج جمعوي، وأنا أشهد له
على أنه كان يقود هذا المشروع بشكل رصين جدا وجميل جدا. سكته عندما يعني انصرف السي محمد إلى أمور أخرى، وكتاب وفاعلون آخرون عندما يعني تخلوا عن هذا المشروع، ربما زاغ هذا المشروع عن سكته الجميلة التي كان يسير عليها. الأمر الآخر هو فيما يخص السيرة الذاتية عند السي محمد العرجوني. هي حاضرة كذلك في الرواية، الرواية اللي كتب عليها السي، الإشارة اللي كتب عليها السي سعيد، ربما كانت في العنفيون أي هذه كانت سيرة ذاتية. يعني واش كاين تقارب ديال الرواية الأعمال ديال الأخرى مع هذه النوستالجيا، أم هناك أمر جديد أو تجديد في هذه النوستالجيا لما قيل من قبل؟ وشكرا. السلام عليكم. شكرا جمعية نبراس على هذه المبادرة ديال النوستالجيا أو السيرة الذاتية. المعرفة ديالي بالأستاذ سي العرجوني يعني جديدة، كاملاش تقريبا حتى عام ونص ولا عام كامل. واش هو شاعر؟ واش هو صاحب رواية؟ واش هو صاحب قصص قصيرة؟ واش هو ترجمان؟ واش هو يكتب بالعربية ولا بالفرنسية؟ كل هذا أظن أنه على حسب ما كنشوف أنه ما زال في جعبته الكثير، ولهذا أنا أتمنى هذه السيرة الذاتية تكون مجموعة يعني سيرة ذاتية بالسنية من الطفولة حتى القبر. هذا ما أتمناه وهذا ما أطلبه من الأستاذ الشاعر والناقد ديالنا السي محمد العرجوني. السلام عليكم. السي ابراهيم، قلنا الكتاب ديالك العنوان السي ابراهيم عز واحد الكتاب هو عباره عن سيره ذاتيه. سيرة ذاتية بالفرنسية سميتها فترة دو سوفونير دونفونس. هذا غادي يفسر لكم شنو هي فترة. فترة هي مجموعة غير متجانسة، يعني كلشي ديال مجموعة. ونحن مقترحين هنايا نديروا فيها القراءة هذه السيرة ان شاء الله. شكرا. أبو عبد الله. لا دكتور، لا شي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الإخوة. الحق أنا ما قريتش الكتاب وما حياتش كلمة هذه المناسبة، لكن ذلك صعيب باش نساهم في الموضوع. إنما تشرفت بمعرفة السي العرجوني والسي مجد ديال المدة باش شفناش من أيام لافميك، دائما ناشط ودائما متبع المسرح ومتبع الأحداث الثقافية في مدينة توسع. فأشكر جمعية نبراس على هذه المبادرة وعلى تعريف المبدعين المنطقة الشرقية. الحمد لله المنطقة الشرقية غنية جدا مواهب، مجموعة من الكتاب، مجموعة من الشعراء، مجموعة من المبدعين سواء باللغة العربية أو بالفرنسية أو بالأخص مدينة الجردة. فهناك عدة أسماء فرضت الوجود ديالها من القديم، أيام العمال وأيام مسرح العمال وأيام محمد مسكين وغيرهم، واستمر العطاء الحمد لله مجموعة ديال الشعراء، مجموعة ديال الكتاب الحرفيين. السيرة الذاتية والكتابة يعني كما أراه وكما ذكر السي سعيد عبيد ما قاله العويد، فالأغلبية ديال يعني الكتاب يستلهمون إنتاجاتهم من ماضيهم، السيرة الذاتية من المجتمع ديالهم. فهذا شيء ليس بغريب، وهذا
ما يمكن أن يعطي نوع من المحلية أو نوع من الذاتية أو نوع من خصوصيات المكان أو البيئة التي يعيش فيها الكاتب. فحين نقرأ روايات أو قصص لأجانب فنعيش في عالم بعيد عنا، يتحدث روائي من أمريكا اللاتينية أو من أوروبا أو من أمريكا، فنحس دائما نوعا من بعد أو نوع من الغربة حين يحدثون عن عاداتهم وعن تقاليدهم من خلال رواياتهم. فنحن عندما نقرأ لسي مباركي أو الكتاب المحليين أو بزغود غيرهم، نعيش كأننا نعيش أحداث من حولنا أو نحس أحيانا بتجاربنا الخاصة، ما عشناه في طفولتنا، ما رأيناه في مجتمعاتنا وفي عائلاتنا وفي عاداتنا إلى غير ذلك. فأظن بأن هذا السير الذاتية مهمة جدا، هي غالبا لا تمثل الذات فقط وحدها، يعني السائد أو القاص ربما يكون دوره ثانويا، قد يكون المشهد كله من حوله هو المهم، وهذا ما يكفي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بحق هذا النهار بالدعوة كريمة من السي رشيد أصرته على الحضور على عجل وسأنصرف على عجل ربما السي عبد الرحمن وتستنشق مع الامتحانات الشفوية. أنا فقط معرفتي بالسي عرجوني تولي 2002 لقيت مع السي محمد غريب، تما ما شفتوش إلى اليوم. والأسبوع الماضي كنت مع السي الغريب وطرحت عليه هذه القضية اللي كنتناقشها تاع قضية السنة الذاتية، ربما تقسمها شوية مع السي رشيد، ولكن في الشق السياسي ربما ما نحتفش شوية بالأدب والجانب السياسي. لماذا يصمت السياسي في الوقت الذي يجب أن يتكلم؟ أعطيك مثلا السي المذكر مثلا المرحوم اليوسفي، قبل منه بالسي تدل، قبل منهم أن يتحضر محجوب أحرقا، كلهم تكلموا، ولكن عندما وجب أن يتكلموا في أمور اللي هي حساسة في تاريخ المغرب سكتوا. لأننا نحن ربما باحثين في التاريخ، ربما الإخوة في الرواية ربما يسمعون ربما الرواية هناك صرف، هناك بلا بلاغة، هناك مجد، هناك تفاعل بين الذات والأنا وما إلى ذلك، ولكن نحن في التاريخ نحتاج إلى معرفة ماذا جرى، لماذا يسكت السياسي. هذه واحدة. في لقائي مع السي الغريب كنت اقترحتي على أن ربما نحن لم نشهد مثلا ربما الجيل ديال ربما لم يشهد ميلاد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مثلا، ولكن بعد 75 عندما تم إنشاء منظمة العمل الديمقراطي الشغل، اقترحت عليه لماذا لا يفكروا في كتابة مذكرات على هذا المرحلة، لأنه كان فاعلا منظمة و3 مارس وما إلى ذلك. فتحفظ بدعوى أنه انصرف إلى بعض الأمور التاريخية والتحقيقية، ترك هذا العمل إلى ربما في جانب آخر. طرحت هذه القضية على أحد المناضلين هنا في مدينة وجدة، فتحمس للموضوع، ولكن قال هناك حساسات سياسية لا يستطيع أن يتكلم فيها، وبالتالي فإن القضية تاع السيرة الذاتية إذا لم تكن ربما تبوح بما كان فلا فائدة منها، غير طبيعة الحال. أعتذر الإخوة في الناس وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية طبعا لدي ما أقول، إن أولا أشكر صديق شريط على هذه الدعوة، وسعيد جدا
ولي الشرف أن أدشن هذه الحلقات التي سوف يهتم بها، وخاصة أنه منذ عقد من الزمن وهو يفكر فيها، وانتظرتني إلى أن انتقلت من جرادة والتحقت بمدينة جدة، فكان لي الشرف طبعا أن أكون من الأوائل أو الأول. فهذه النقطة أعتز بها. وطبعا أشكر جمعية نبراس بكل أطرها على ما تقوم به من مجهودات جبارة، وأنا أتابع قدر الإمكان ما تقوم به في جميع المناحي، سواء من الناحية الثقافية أو المسائل الاجتماعية أو الطبية إلى آخره. فهو اشتغال عظيم ورائع، وما أحوجنا إلى هذه الجمعيات التي تواصل هذا العمل. وأنا شخصيا أتحدث من باب تجربتي متواضعة في الجمعيات، وسوف أتطرق إلى الأدب كما طلب من السيد بوعلان. فهي تجربة صعبة أن تساير جمعية بجميع أنشطتها وتدوم. هذه الديمومة هي المشكلة الكبرى بالنسبة للمجتمع المدني، وكل ما هو يشتغل في إطار اجتماعي وسياسي. سوف أتحدث كذلك عن تلك النقطة، ونقابيين إلى آخره. فهذه طبيعة الإنسان. ربما هناك ظروف هي التي تجعل من جمعية أن تساير وتتمدد في اشتغالاتها، وهناك بعض الجمعيات لا تستطيع أن تزاول مهامها أو تلك التي رسمتها وهي في بدايتها. ولكن اسمحوا لي قبل ذلك فلا أنسى أن أشكر الصديق المسرحي الرائع سي محمد بن جدي على تقديمه هذه المجموعة بشكل فني رائع، حيث أحاط بكل المواضيع التي حاولت أن أتحدث فيها أو أشير إليها من خلال هذه المحاولات القصصية التي أول ما قمت به في نشر اللغة العربية. أنا إلى حدود الساعة لم أنشر شيئا باللغة العربية ما عدا الترجمات، وهذه أول ما نشرته بالعربية. فيما يخص الشعر، ربما الفيسبوك جعل مني شاعرا، فأنا شخصيا لا أعتبر نفسي شاعرا. هناك حديث طويل في هذا الميدان سوف ربما نتحدث فيه في إطار آخر، لن أطيل في هذه النقطة، بل أحاول أن أدون ما استطعت إليه سبيلا بطرق مختلفة، وهو ما يجعل مني ربما لست من أولئك الذين اختاروا طريقا واحدا أو نهجا واحدا، فأنا أغبطهم لأنهم استطاعوا في الأخير أن يختاروا طريقهم. أنا ما زلت ربما أبحث عن طريق، وعندي طرق مشتتة وعدة طرق، فأنا الطريق الذي يأتي أمامي أسلكه قدر المستطاع، سواء كان يوصل إلى نقطة النهاية أو ربما يتلفني بالطريق. المهم أدخل الطريق كيفما كان، سواء قصة أو رواية أو ما سمي شعرا أو نقدا، لأن المسألة التي يجب الإشارة إليها خاصة في عمرنا هذا بالنسبة إلي، وأنا متقاعد منذ 2011، وهنا أرجع بالمناسبة لأتحدث عن المقال الأدبي لأنه مرتبط بذلك التاريخ. 2011 أخذت
تقاعدي، ومن بين ما كان النقاش مع بعض الأصدقاء هي أننا نخلق مقهى أدبي. كانت تجربة أولى في لوريد مراكش، كانوا خداوها شي دراري كانوا في المصلحة العمالية آنذاك، لكنها لم تدوم. فبدأنا نفكر في مقهى أدبي، والهدف خاصة الهدف آنذاك كان أكثر منه تربويا، وليس بذاك المنظور الأدبي الخاص بالأدباء والخاص بالنخبة. كان هدف تربوي. ما معنى تربوي؟ كنا نلاحظ نحن أساتذة أو إداريين، وما زال المشكل مطروحا، أن هناك طبعا نقص متابعة ما ينشر، نقص في القراءة بالنسبة للتلاميذ. كنا ربما هذا المقهى الأدبي الذي استولت عليه القرى، هكذا كيف للقرى أن تستحوذ على المقهى الأدبي؟ ولماذا لا يكون دور الكتاب هو أيضا من داخل المقهى؟ أول مبادرة، ثاني مبادرة، لأن كانت مبادرة قبل ولكن ما نجحتش، كنا خصها تدوم، وهكذا انطلقت الفكرة. التحق إخوان، وكان تشجيع طبعا. ويعني الفترة اللي مرت فيها أنا في ديك الوقيته من 2012 إلى 2014 سنتين، كانت بالنسبة لي تجربة رائعة. أدري بالنسبة لي السي بوعزة ما كيشهد عليها، ولكن نرجع حنا للجمعيات دائما. بالنسبة حنا لم نؤسس جمعية، وأنا من خلال تجربتي في الجمعيات كانوا بعض الإخوان يفكرون في تأسيس جمعية. قلت لهم بالحرف يا ودي خليونا نبقى كنادي داخل المقهى الأدبي. بالنسبة للجانب القانوني كان هناك تخيسي نور الدين، جمعية جذور هي التي كانت تتكلف بالجانب القانوني بالرخصة. إذن لماذا نخلق حنا جمعية أخرى؟ هناك ودخيسي نور الدين هو الذي كان يقوم بتسيير المقهى الأدبي. كانت فرصة وفعلا نجحت التجربة، لكن أكدوا على تأسيس الجمعية. ومع الأسف حتى التأسيس بالنسبة إليه لم يتم كما هو مطلوب قانونيا. معناه جمع عام، الإخوان كاملين، الناس اللي كانوا يمشيوا ذاك المقهى الأدبي على الأقل كان 50 واحد أتذكر، كان الحضور قوي جدا. مع الأسف اختاروا وقت كنا حنا مشينا للسعيدية ديك الوقيته السي بوعزة أننا كنا نحاولوا نزرعوا المقاهي الأدبية في الجهة، وفي نفس الوقت كنا نفكر في يعني جعل الكتاب يكون في متناول الجميع. ذهبنا إلى مدينة تازة وخلقنا هناك علاقات، مدينة جرادة، وفكرنا في بوعرفة في الناظور، حتى يكون هناك تجاوب مع الإخوان، ويكون الكتاب يتحرك بين لأن بزاف كانوا كيطلبوا ديك الكتب اللي كنا نقوموا بتوقيعها داخل المقهى الأدبي. وهناك مكتبة طلبت منا، مكتبة ديال دار الصحافة طلبت منا تخصيص خاص، جناح للكتب التي توقع بالمقهى الأدبي بطلب، هكذا قال المسؤول عنه، بطلب من بعض الناس كانوا يقلبوا على ديك الكتب اللي كنا نديروا لها قراءات. وكان هناك فيسبوك، وهناك هذيك الساعات كان إشهار والناس كانت تبغي تقرا. إذن هذه في نفس الوقت باش نرجع لمسألة الجمعيات ربما الجانب السياسي. لماذا الصمت؟ الكاتب لا يصمت، هو يا إما، وهنا سوف أقرأ عليكم بالمناسبة إشكالية الإبداع الأدبي. هذا مقال كنت كتبته منذ مدة، عنونته بإشكالية التواصل الأدبي، ربما يجاوبكم على هذا. حينما تطالعون بعض الآراء حول الأعمال الأدبية،
خاصة تلك الصادرة بالبلدان التي تفتقد إلى المؤسسات الديمقراطية، وهي تبتغي أن يكون الأدب بكل أجناسه معبرا عن هموم الشعوب، لدرجة أنه قد يصبح عبارة عن بيانات تنديدية أو مخطوطات لمشاريع سياسية واجتماعية تموثقها القافية إذا كانت منظومة إلى آخره. فهذا يدل أن هناك غياب مهول للمؤسسات السياسية وعلى رأسها الأحزاب، وهو غياب الفعل وليس غياب الجمهرة، لأنها هي التي من المفروض أن تؤدي هذا الدور. وفي ظل هذا الغياب ونتيجة لهذه الآراء التي تكون في الغالب تحت ضغط الإيديولوجي أو فقط رغبة في لمس صوت يعبر بصدق، يصبح الأدب مؤسسة سياسية بامتياز. وهكذا قد يغيب مفهوم الأدبية، نابيلا ليتراليتي، حيث من المفروض أن توحي النصوص الأدبية بالموضوع بفنية ممتعة، ولا تسميه حتى لا تسقط في المباشر والتقريرية. الأدبية تتجلى في هذا الإيحاء، لكن حينما يحتفظ الأدب بأدبيته، وهو هناك إشكالية أخرى، وهو يعبر عن هموم الشعوب، قد يتعرض للانتقاد بدعوى أنه غامض ولا يفي بالغرض. وهكذا تطرح إشكالية التواصل الأدبي، بمعنى هل يجب على الأدب أن يحافظ على التواصل العادي كما يحافظ عليه أي خطاب يهدف إلى توصيل الفكرة؟ بطبيعة الحال إذا أخذ هذا المنحى سوف يسقط في المباشر كما سبق الذكر. إذن كيف يمكن تحقيق هذا التواصل الأدبي؟ هل يتحقق بالرضوخ إلى رغبة هؤلاء المنتقدين على حساب عنصر الأدبية، أم التمسك بجوهر الأدبية دون أي اعتبار لهذه الآراء؟ قد يقول قائل بأن الأدبية ليست مفهوما جميلا، بل لنا أدبيات، فكما هو الشأن بالنسبة للموسيقى، حيث هناك موسيقى شعبية وأخرى بدوية وأخرى عصرية إلى آخره، فلما لا نتحدث عن أدبيات شعبية وأخرى بدوية إلى آخره؟ فالإنسان بطبعه يحب ما يمتعه، لكن ما يمتع مجموعة ما قد لا يمتع مجموعات أخرى. لهذا أيضا نجد في الفنون التشكيلية من يميل إلى الفن التشخيصي، وآخر يجد ضالته في الفن التجريدي، والأذواق إذن تختلف، ومن خلالها يتم الحديث عن عنصر الأدبية. إلا أن الحديث هنا رغم هذا التعدد في الأذواق لا يخرج عن الإبداع الأدبي، أي الكتابة الموسومة بنوع من الخيال وليست الكتابة التقريرية المباشرة. يعني صدفة كتبت هذا المقال أتحدث شيئا ما عن هذا الصمت للكاتب. الكاتب في الحقيقة لا يصمت، وقد سبقني ربما الدكتور الجلابي وآخرين واحد سيد جدي. فأنا شخصيا لم أعتبر هذه المجموعة القصصية سيرة ذاتية، ولكن القراءة أظهرت لي على أن فعلا هناك علاقة بيني وبين هذه النصوص. طبعا وحتى العنوان بنفسه، لماذا اخترت النوستالجيا؟ لأن النوستالجيا هي الحنين إلى ماضي، سواء كان جميلا أو غير جميل فهي نوستالجيا. إذن الكاتب كما سبق السيد سعيد وربما تحدث عن الأروي، إذن الكاتب كيفما كان فحينما يكتب، وأستاذ الله وأيضا ربما أشار إليها، فهو يكتب انطلاقا من تجربته
فأنا لا أستطيع أن أتصور كتابا كاتبا يكتب من غير الرجوع إلى ذاته. لست أدري إن كانت هذه الإمكانيات، ربما تكون أنا أتخيلها كيف تكون، لست أدري. لابد أن تكون الذات، هذه الذات التي تكتب، يعني لابد أن تحفر أنفها في هذا، لأن الذات هي التي تكتب. الكتابة ليست موضوعية، والموضوع لا يكتب عن نفسه، بل الذات هي التي تحاور الموضوع. فذلك الحوار مع الموضوع سواء انفعال في اللحظة أو سواء تذكر. وهنا حينما نبحث عن التذكر، فكيف يأتينا التذكر؟ فهي لحظات قد تأتيك بنظرة. الآن أنا أنظر إلى السيد عبد الله وربما تأتيني فكرة، أو الغالي أمامي ربما تأتيني فكرة عن زرادة وعن ساعات مضيناها هناك، يعني هكذا تأتي الكتابة. وحينما نمارسها فالممارسة شيء آخر، إما أن تكون ممارسة مباشرة، وهنا طبعا سوف نتحدث عن مقالات ربما سياسية، ربما كتاب مقالات للجرائد، نتحدث عن لحظة معينة، ولكن قد هذا التفاعل قد يؤدي بنا إلى نص شعري أو نص قصصي. فالكتابة إذن ملتصقة بالذات والموضوع، ولا بد للذات أن تكون حاضرة. فتجربتي أنا شخصيا حينما أتحدث مثلا في أنفيوم ماتريكل 1892، وهي رواية كتبتها ربما أخذت مني وقتا طويلا، الرواية تتطلب وقتا طويلا من 75 لم أنتهي منها إلى سنة 89. هي نصوص كنت أكتبها متفرقة، والفضل يرجع هنا إلى أحد الأصدقاء. أنا لم أكن أفكر أبدا في أن أنشر ما كنت أكتب. فالتواجد بمدينة جرادة كان يفرض علينا جو آخر. لم أكن يعني أعطي الوقت لهذه الكتابات. كنت أكتب وكنت أنشر مثلا في جريدة ليبراسيون، كنت مراسل لجريدة ليبراسيون، وكنت أنشر في مجلة سندباد، لم تعد هي مجلة تنشر بالفرنسية. نشرت في بعض الجرائد الجهوية بالفرنسية كالسنة أتذكر، ولكن يعني لم كنت أفكر أن أنشر كتابا كيفما كان، سواء شعرا أو رواية. ولكن الفضل يرجع إلى أحد الأصدقاء وهو الشراق أحمد، صديق لي وهو أستاذ جامعي الآن متقاعد في فاس. كان يأتي إلى جرادة بحكم أن زوجته من جرادة، وكنا طبعا نتبادل الحديث خلال الأيام التي يقضيها هنا عند عائلتي. فكان يتابع ما كنت أكتب، فقال لي لماذا لا تكتب هذه الرواية وسوف أكون من دافعين إليها كي تنشر في دار النشر. أنا كانت دار النشر نشرت لكاتب يا ربي من الجنوب سميته، كنت سبق أن قرأت له بالفرنسية، محسوة. كان كتب مجموعة قصص هي لاني دو لاشتان، وكتب رواية لاني دو حول اليونيفرسيتي. كان داز في اليونيفرسيتي. ديك الدار سميتها دار الكلام، تذكر الآن. وفعلا قلت يعني أعطيت وعد على أن السنة الجاية من يجي نلقاها موجودة، وفعلا نلقاها موجودة، وخداها ديك الساعات كمخطوط وعرضها على اللجنة وقبلتها اللجنة، وكنت أنتظر أن تنشرها دار الكلام. مع الأسف ديك دار الكلام دفعت فايت ما تنشرش.
صرتها لفينيك، دار النشر لفينيك، قبلوها، ولكن طلبوا مني نغير لها البنية. أنا الرواية لم أختر بنية يعني خطية لينير كما يقولون، بل هي النصوص، يعني كاين واحد الجامع اللي كيجمعها من نصوص مختلفة، ما كايناش لأن هذيك الطريقة باش كتبع الرواية خصها تكون لينير من أ لزاد باش الناس تشريها. أنا قلت له ودي أنا اختاريت هذه الطريقة ما غاديش نبدلها، ديك ما نشرتهاش. من بعد جيت لوجدة نختار جمعية ريحان، وكانوا الإخوان دايرين واحد دار كما يقولوا دار كينشروا كل مرة كينشروا واحد، كنا كنجمعوا الترقيبات، كان السيد نشارة هو اللي مكلف بالنشر، كان عنده الطباعة. درت وحدة أنا لقيت باش جا الدور ديالي وقع مشكل وديك المطبعات هذه رواية الرواية لأن هناك روايات تقدر تكون رواية وفي نفس الوقت كنت أكتب رواية ثانية وهي لينكو، خدات واحد الجائزة في لبنان. مع الأسف ديك دار لبنان عاود كتعطيك الجائزة بصح ما كتنشرلكش. أنا ما عمري شفت هذه القضية هذه وما بغيتش نكتبها. الرواية المنشورة ما عمري كتبت فيها لأنها مش يقراو، يديروا الأدب العربي ملي كيلقاو عائق باللغة الفرنسية. علاش؟ لأنهم كيقراو على بار، كيقراو على ياوس، كيقراو على آخره. كانوا كيجيب عندي يجيبوا لي داك النصوص اللي باغيين يترجموها، كنحترمهم من بعد كنترجم لهم بهذه الطريقة. دخلت للترجمة بلا ما نشعر، لقيت راسي كنحاول ماشي ترجمة يعني نسميها تعريف، كنت أعرب تلك النصوص حتى يفهموها جيدا ويتعاملوا معها. وبهذه الطريقة دخلت الترجمة فأخذتها. من بعد كيدخل هذا الفيسبوك، ماشي الفيسبوك، المواقع قبل الفيسبوك. في المواقع كان موقع إيمانا، موقع دارينو التوانسة، وهذاك الموقع ساعدنا بزاف. كانت الناس تتابع المواقع، كانت رائعة أحسن من الفيسبوك. دخلت تما كنت أنا مسؤول على الترجمة، كنت أترجم للشعراء وفي نفس الوقت تقترح علي ترجمات وكنت أعطي فيها رأيي. ولهذا أنا تربيتني علاقة جيدة مع الإخوة التوانسة، لأن منذ ذلك الحين خلقت علاقات وزرتها تقريبا 3 مرات، وأتعامل غالبا مع التوانسة بالخصوص في جميع الإبداعات. إذن هكذا شوية بشوية جا الفيسبوك. كنت كنكتب بالفرنسي في الأول، كنحسب راسي غريب لمن أكتب، خاصة أن سواء بالنسبة لمن له الفرنسي شكون غادي يقرا الفرنسي، وخاصة أن الفرنسية لم تعد كما كانت. حنا في وقتنا كنا نقراو جميع المواد بالفرنسية، جميع المواد ما عدا اللغة العربية كانت فيها ساعتين أو 3 سوايع. خدينا من هذاك الأساسي وهو النحو كما قلت لكم سابقا، وتربينا مع ذاك الشكل وذاك الإعراب وكان رائع، وهذاك هو اللي خلى فينا. ثم ما ننساش أن قبل ما ندخل المدرسة كنا نفكروا بالجامع المسيد. قريبا كنا نخرجوا من الجامع حافظين على الأقل، اللي ما حافظش 10 أحزاب اللي كان له 6 سنين، والكتابة كنا نكتبوا طبعا بالقلم على اللوحة، يعني خرجنا بالعربية. حتى الحفظ في الجامع ساعدنا بزاف باش نحفظوا العربية. ولو أننا من بعد أنا ملي خرجت أنا مشيت للجامعة درت لونجلي، ما درتش الفرنسي، ما درتش العربية. ما قدرتش نكمل لأن الوالد كان وقف من الخدمة صافي، كان عليا خصني نخدم. رجعت درت سي بي ار بالفرنسي، هي القصة ديال الفرنسي. دونك ملي دخلت سي بي ار بديت ندرس باللغة الفرنسية كمدرس. ما رانيش عارف الفرنسي كامل، خصني نقرا الفرنسي، خصني نشتغل بها باش نقريها للناس، لأنني أنا
أنا اعتبرت راسي صافي وصلت النهاية، يعني الساعات كنا بالبكالوريا ندخلوا السباعات، حنا راسنا كان تدوين. دونك مشيت مع الفرونسي، ثم تجي واحد الفترة نمشي لفرنسا ندير 2 ans دو فورماسيون تما في الجامعة في ليكول نورمال إلى آخره، كيفي كلشي كان بالفرنسي. دونك مشى بنادم مع الفرنسية العربية ما كنتش نخدم بها، ولكن ملي رجعت لهاد المسألة ديال الفيسبوك هي الحق اللي شجعتني على العربية، وأنا وحاول طبعا أنا لست متفقها فيها، ولكن هذا لا يمنعني أن أبذل مجهودا، لأن أولا لغاتي، وثانيا هي لغة التواصل. أنا لا يمكن أن أتواصل بالفرنسية داخل البلاد العربية، هذا يستحيل. اللغة الفرنسية نستعملها طبعا حينما نكون كما ذكرت هنا في قصة واقعية حدثت لي في 2015 عندي فرنسي في الشطران، يعني حكيتها لأنه وقعت. هذا هو بالنسبة للعربية. بالنسبة كنت تطرقت إلى كل ما جاء في تدخلاتكم إلى أن هذا هو شكرا لكم. سي محمود نحيد لك كلمة أخيرة في السي وهو يستعرض بعض الإجابات على قضايا تتعلق بالسيرة الذاتية، تتعلق بكيفاش كانت جردة بعالمها الخفي والظاهر منبع أو ربما منبه لنا أبناء جردة أننا نستفدوا من تجارب، نستفدوا من ظروف تحتنا، كما قال السي العرجوني المسجد الجامع، السي خرماش، يعني وهو يستعرض وأنا كنمر معاه مراحل حياتي. السي خرماش معاه تعلمنا النحو، تعلمنا الشكل، وتعلمنا الإعراب، وحفظنا السيرة النبوية، وحفظنا كل يعني ما كان يسرد علينا من قصص الأنبياء والرسول وغيرها. ثم جردة هي أيضا فحم الحجر، هي أيضا سواد، هي أيضا شظف العيش كما ورد، وأنا ذكرت كلمة الشظف مرات عديدة. جردة كانت تنقسم إلى عالمين: الحي المغربي، وما كنا نسميه ذلك الزمان الحي الأوروبي أو ديور النصارى، ديور النصارى وديور العرب، مع أن العرب كانوا يسكنوا في ديور النصارى. هاد القسمة الضيزة اللي كانت في جردة خلات واحد نوع من الصراع على الدراسة، صراع من أجل إثبات الذات ما بين أبناء حي المغربي وما بين حي ديور النصارى أو حي الأوروبي. فالكل كان يأخذ العبرة ويحاول أن يسابق الزمن من أجل أن يفرض ذاته، يفرض وجوده، ويفرض أيضا آراءه. السي محمد العرجوني هو ونخبة من أبناء جردة، أذكر السي بودويك، أذكر السي داين، طنكول، موزوني، يعني أسماء اللي كانت بالنسبة لنا، لأن بيني وبين السي محمد 3 أو 2 أو 3. دونك بالنسبة لي أنا كنت كنشوف السي العرجوني أو في السي طنكول أو في السي موزوني أو في أسماء السي بودويك وغير ذلك نموذج يجب أن نحتذي به، ويجب أن نصل إلى مرتبته على مستوى الإدراك، على
مستوى الثقافة، على مستوى الفعل، على مستوى الحضور. وهذا التنافسية هي اللي خلات واحد العدد من أبناء عمال جرادة يبدعوا في مجالات عديدة. فجرادة مدت المغرب بأساتذة أكفاء، ما نذكروش السي خرماش في جرادة، ولكن نذكرو خرماش تاع ناس يعني رجل فرض وجوده على مستوى العمادة، على مستوى التسيير، على مستوى أيضا الحضور الأدبي والثقافي وغير ذلك. ثم فرضت وجودها على المستوى الفني، المسرح العمالي، المسرح منذ القديم مع فرق مسرحية يعني كونوها الأجانب، ولكن ذوك الأجانب ما اكتفوش وحدهم، بل جلبوا أسماء، جلبوا بوعرفة صفية اللي قرات ووصلت لواحد المستوى راقي حتى ولات ديبيوتي في بروكسل، كانت موجوده يعني بواحد شكل فرض وجودها. على المستوى ايضا العملي، على مستوى الوظائف الكبيره، نذكروا مثلا الافياتور ولا البيلوت حسيسي اللي يعني كيتصور انت واحد الشاب، واحد طفل صغير عاش مع الايام غادي يولي كويري، مع الايام غادي تلقاه كيسوق طياره. فهذا كان مثال. فكل ما نتمنى ان السي محمد العرجوني يواصل كتاباته، يواصل ابداعه سواء بالفرنسيه او بالعربيه. وكل ما نتمناه من اخواننا في الجمعيه السي شريط واصدقائه انهم يواصلوا في ابداعاتهم في انشطتهم الثقافيه. وما هذه الفكره الا لبنه تعطي افكار لجمعيات اخرى باش يسيروا على المنوال، لان تشجيع كتابه السيره الذاتيه هو شيء مهم جدا، فيه استفاده للاخر، فيه كيف غادي نقولوا اقتباس، فيه نقل، فيه ربما حرص على الابداع. فالسي ابراهيمي معنا، السي كرمه، السي محمد اللي كتب ايضا اشياء كثيره في المجال باللغه الفرنسيه. هناك شعراء، هناك مبدعين. نتمنى للجميع التوفيق. كنشكركم شكرا جزيلا. غير في استدراك فيما يخص اذا كان شي نقطه شكون جبد مسكين الله يرحمه السي عبد الله ويبارك. هنا كاين السي مسكين كان صديق ديالي، كنا جيران انا وياه، الله يرحمه الساعي في الساعه حسب اسماء بحال هكاك. انا كنتاسف دايما حدود الساعه. دونك كاين مؤسسه باسمه، هذا بعد نسجلوه يعني تعارض. لكن فيما يخص المسرح بزاف اللي كان يربط المسرح العمالي بجرادة، هو لا علاقة له بجرادة. المسرح العمالي هو بوجده، هو كانت الجمعية ديال المسرح العمالي بما فيها سي بودلالي الله يرحمه، لأن كنت أنا دائما معهم كصديق، دائما نهضر معهم. سي بوكرات الله يرحمه كلهم راهم صار، سي حفيان كذلك الله يرحمه. ملي كان جرادة كيقول لك هو المسرح العمالي، المسرح العمالي ما كانش كاين فرقة ديال جرادة عرقات المسرح كنت ديال بوغال كنا كنقرا بدايات. السيد مجدي نفسو هو واحد السيرة ذاتية راه سبقنا وقعناها في الانستيتو فرونسي، نتمنى دوز هنايا شي مرة، لأن فيها كيفاش المجدي ولا مسرحي وهي مرتبطة جدا بحياته. بالنسبة للجرادة فين ذلك مسرحية الوقيته ديال عفيفي. الوقيته ديال عفيفي كانت الشركة على ما أعتقد، على حسب ما كيعاودوا، أنا ما عنديش التفاصيل نيشان، وإنما أوفيدينكو، ربما الغالي يفيدنا في هذه إلا كان عندك شي حاجة. أوفيدينكو هذا سي ان روس بلون،
كان غادر روسيا، كانوا بزاف ديال ريس بلون، كنا لي ريس بلون ستادير اللي هربوا من الثوره هذيك الساعات البولشيفيه، كانوا التحقوا بالمغرب. وهذا اوبيدينكو كان جيرولو، هو اللي يعني دفع في العميل مزيان ديك الساعات باش السياره ديالو مازال باقيه يمكن في البلد ديال السرغاليه، انا كنت شفتها واحد المره معروضه تما. وهذا اوبيدينكو اللي مات هدا داكشي وما كان عنده لا اولاد لا والو. واحد ليكليز تما قديمه رجعوها سونتر كولتورال وهي باقيه الان. هنا تما المكتبه وسميتو كانت محطوطه بلاكه محطوطه، ما عمرهم علقوها. انا كانت السكل هذا دائما كتابات اوبيدينكو مع الاسف ما عمرهم علقوها. قال هكا حتى مشات الشركه ودابا انا تابع لوزاره الثقافه، راكم عارفين وزاره الثقافه ما كانش لي مويان، كانت لامين هي اللي مسؤوله عليها، كانوا لي مويان، كانت الانشطه. جابوا ديك الساعه عفيفي باش ما تروح المسرح ودار فرقه تقريبا بروفيسيونيل، كانوا كيتخلصوا مع الشركه. فين غادي يبانوا مزيان؟ غادي يبانوا في الوقيته ديال المارشبات، لانهم مشاو داروا شي مسرحيه في السود تما كتبت عليهم جون افريك ديالهم تما بان جراده كمدينه المسرح هكذا. سو كيف من بعد غادي يجيو الاخوان، غادي يجي مسكين مع السي بن جدي تا واخد من ديك الساعات معنا، مع السي بوكرات تخلطت العباد الله المسرح العمالي. ملي كيهضروا على المسكين يقول لك المسرح العمالي تاع جراده، الوغ كو مسكين الله يرحمه ما عمرو دار شي حاجه في المسرح جراده، ملي كان يشتغل مع المسرح العمالي هنا في اليامتي. وهذا المسرح العمالي كان موجود في جميع المدن المنجميه. بوبكر عطات المسرحيين، علاش؟ لان كان ما يسمى بلاجون. حنا كنا نقولوا لاجون، شنو هي لاجون؟ سي لا جونيس اوغريير ماروكان، الشبيبه العماليه المغربيه، وهي اللي كانت تقوم بهذا يعني الانشطه الثقافيه، منها خاصه المسرح. وكاع المسرحيين المغاربه ظهروا كراس لهذه الشبيبه المنجميه. ربما حتى الصديقي بنفسه راه فات فيها هذوك اللي فوالا هما اللي تقريبا كلشي خرجوا من هذا المدرسه. بالنسبه للسي مسكين الله يرحمه والسي بودلال والسي سفيان كلهم كانوا هناك وجدات في اليمتي، ما قربوا على 10 باقي كاين. هذا هو تاريخ. دونك انا بغيت غير نوضح هذه النقطه هذه. انا شخصيا كنت كنجي معاه، كانت عندي السياره، كنجي انا وياه التدريب ديال ديك الساعات، ندوزو معاهم الليل كامل وكنرجعوا بعد 12 ديال الليل كنرجعوا سراده عليك ديال الخدمه. باش نوضح هذه النقطه هذه فعلا يعني وجراده كانت محظوظه بواحد الناحيه انها ديك الساعات كانوا الاساس اللي دازوا في المكان مليان غالبيتهم كانت بحال منطقه مغضوب عليها، شي واحد ما عجبهمش الحال صيفطوا وجراده كانت كتستافد. ملي كيصيفطوا دوك الجماعه ديال الاساتذه فدازوا زعما الله يعاون الناس الخوت كامل سي كلوجي مثلا يحتوى على دابا كاين باقي المسرح هاشم جمال ديك الساعات، يعني مجموعه ديال الاسماء اللي دازت تما وخلات البصمات ديالها. فوالا شكرا سي محمد، شكرا سي محمد جدي ايضا على هذه الجلسه الماتعه. نضرب لكم موعد ان شاء الله مع سير ذاتيه من الحضور هنايا ياك. عندنا السي ابراهيميه تا هو راه في البرنامج، عندنا السي بن جدي تا هو راه كذلك في البرنامج. شكون عندنا السي عبد الله والسي ياك تا هو ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما نوزع الشواهد، واحد الشواهد شرفيه. تبارك الله تبارك الله ان شاء الله ان شاء الله. مرة أخرى شكرا لكم، واستذكرنا مجموعة تاع الأسماء. خير ما نهديها واحد قراءة فاتحة إلى هذه الأرواح الطاهرة التي سبق تناولها أيادي بيضاء علينا. ذكرت السي خرماش، بودلال، بوكرات، حفيان، هذا المسرح، السي مسكين ومن علمنا.
ومن علمنا. جمعنا مع الفاتحة. نقراو الفاتحة باعتبارها الختام وهدية لهذه الأرواح الطاهرة. الحمد لله رب العالمين.